قال لي اقسم بالله ده حرامي. وانا في التاكسي رايح المصنع امي اتصلت بيا، ازيك يا احمد عامل ايه؟ قلت لها تمام الحمد لله. قالت لي ها يا احمد مفيش اخبار جديده؟ قلت لها والله يا امي رايح مشوار دلوقتي ان شاء الله خير، ادعي لي. قالت لي روح يا ابني ربنا يرزقك رزق غيب من حيث لا تحتسب. فاول ما رحت المصنع والست ادتني الفلوس انا ما قدرتش اتمالك نفسي نهائيا، سحبت منديل ورحت جريت على بره. فاكر اليوم لغاية دلوقتي، كانت الدنيا بتمطر وكانت دموعي غزيرة جدا. الحمد لله ان المطر دراها، ويمكن دي كانت دموع الفرح الوحيدة في حياتي. اتصلت بأمي قلت لها بص يا ست الكل، انا كنت في ازمة شديدة وكنت مخبي عليك، بس الحمد لله انا بكلمك دلوقتي انا ما عنديش مشاكل خالص، فهبعتلك فلوس طلعي حاجة لله. في نفس الوقت لقيت نفسي بتصل بكل حد قريب لقلبي اكلمه اقول له الحمد لله انا كنت في ضيقة وربنا فكها عليا. مسحت دموعي ورجعت للمصنع نحكي في الشغل. ها يا جدعان ايه الاخبار؟ قالوا لي تمام. قلت لهم انتوا دلوقتي السنة اللي فاتت بعتوا كام متر؟ قالوا لي احنا السنة اللي فاتت بعنا 30 مليون متر. قلت لهم طيب واللي يخلي لكم المبيعات السنة دي 45 مليون؟ قالت لي شد حيلك وعمولتك محفوظة. اخدت الفلوس ورحت متكل على الله. قبل ما اروح رحت رايح ايه ابل ستور، اشتريت التليفون. هو غالي بس انا كان نفسي فيه، وكان اصلا تليفوني متكسر. انا كان لازم لي تليفون، بس قلت ايه بالمرة اكافئ نفسي بحاجة حلوة خالص. لما اشتريت الموبايل ابل ستور بيعملوا حركة غريبة، يديلك التليفون في ايدك من غير كيس. طب انا هروح بالتليفون ده فين؟ ده انا الواد اللي ساكن معايا تصرفاته غريبة، ده لو عرف ان انا معايا موبايل وفلوس ده احتمال يسرقني. طب اودي التليفون فين؟ رحت مخبيه في الهدوم ورحت داخل السكن. الحمد لله لما دخلت ما كانش موجود. رحت انا دخلت اوضتي خبيت التليفون وقررت ان انا ما اقولوش ان انا ولا معايا تليفون ولا معايا فلوس. فكان هو يجي يقعد في الصاله وانا اقعد في الاوضه وما اقعدش معاه خالص. لما ينده عليا اروح مخبي الموبايل الجديد واروح طالع بالموبايل القديم. في الفتره دي كنت اصحى كل يوم الصبح ادخل اشتغل على الصفحه اللي انا كنت عاملها، انزل اعلانات جديده، انزل شغل جديد، اعمل دعايه. اجي على العصر او على المغرب كده اروح لصاحبي الصيني اقعد معاه في المطعم. ساعات كنت اساعده كده يعني من غير اي حاجه. اروح على المول بتاع اكسسوار الموبايل اشوف ايه الجديد وهكذا. الفتره ده هي كان في حد تواصل معايا على الصفحه بيقول لي ان هو عاوز يجي الصين، وبعد ما طلع التأشيرة ورتبنا كل حاجة جت الأجازة الصينية. فبعد ما خلصت الأجازة الصينية تواصل معايا، ها يا أحمد أجيلك؟ قلت له تعالى. مفيش كام يوم والراجل جه. طب أنا كنت قايل للراجل تعالى وما تقولش هم السكن، وكان على اعتبار إن هو هيسكن معايا. دلوقتي في واحد ساكن معانا وأنا معرفوش، بدل ما يكون حرامي ولا يسرق الراجل اللي جايب فلوس ولا ما كنتش عارف أعمل إيه. الراجل جه، رحت استقبلته في المطار واحنا في السكة قلت له بص في واحد غلبان كده جه سكن معايا وانا معرفوش، فانا انصحك ان انت تكون حذر. فالراجل قال لي لا بدل ما انا هزنق على الناس وكده انا احجز فندق. قلت له يا عم فندق ايه؟ ده المكان بتاعي انا وهو ما بيدفعش فلوس، ده احنا قاعدينه كده شفقة يعني مش حاجة. فقال لي احمد احجز فندق. قلت له لا 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 مفيش اي حاجه، انت هتقعد معايا في الاوضه بتاعتي وهو نايم في الصاله، فكده كده ان شاء الله مش هيحصل اي حاجه. وصلنا السكن على حوالي الساعه 9 بالليل. دخلنا الراجل ما كانش موجود، حطينا الشنط بتاعتنا والراجل قال لي ايه يا احمد انا عايز انزل اتمشى شويه. فانا نزلت معاه، نزلنا اتمشينا مثلا حوالي شارع او شارعين كده، بعدين الدنيا مطرت فرجعنا. لما رجعنا الراجل ده كان موجود، سلمنا عليه ورحنا دخلنا على الاوضه بتاعتنا. دخلنا الأوضة، العميل قال لي يا أحمد أنا مش مرتاح خالص. فبقول له ليه؟ قال لي الراجل اللي بره ده شكله وهيئته والله حرامي. قلت له يا عم ده شكله غلبان. قال لي أقسم بالله ده حرامي. قلت له يا عم مفيش أي حاجة وهديته، بس أنا أكد الشكوك اللي جوايا.